فيش نادي في العالم بيقع عشان لاعب او اتنين. الفرصه بتاعت الاثنين انهم يروحوا يوقعوا مع الكابتن اسماعيل يوسف انتهت خلاص. انتهت خلاص. يعني ما بقوش موجودين في نادي الزمالك؟ لا انا كلامي واضح. الفرصه انهم يروحوا يوقعوا انتهت. انا اديت فرصه وحسام حسن ابراهيم وحسام جابهم لي وقالوا لي ادينا 48 ساعه. انا ما عنديش لاعب بيتحكم في نادي الزمالك وبيتحكم في كبير في العالم. بقول لاحمد توفيق وبقول للاخ الثاني، نادي الزمالك في فبراير 2003 لما كنت رئيس مكتب تنفيذي دكتور كمال درويش كان رئيس النادي، كان النادي الاول على العالم. خد كده الاول على العالم. اللي مش عارف قيمه نادي الزمالك وقيمه فانيله نادي الزمالك، واحنا استاذ مجدي ما بنظلمش حد. محمد عبد الشافي لما جاله فرصه عشان يحسن مستواه قلنا له اتفضل. محمد ابراهيم زميلهم اتفضل، ما عندناش مشكله. انما تقعد تقول كل يوم انا عايز شروطي، انا هفرض مش، لا الكلام ده مش عندي خالص. في شائعات بتقول ان هم تعاقدوا مع النادي الاهلي، عندك خبر اكيد؟ لا ما قلتش النادي الاهلي، بس لو تعاقدوا مع النادي الاهلي انا اللي هشتري لهم الفانيلات الحمراء اللي هيلعبوا بيها. لو كانوا تعاقدوا مع النادي الاهلي فعلا انا ما عنديش مشكله.